طيب ماذا لو تملكني إحباط ويأس وحزن وحاسس إن مفيش أصلا فايدة من أي حاجة، لا أهداف ولا طموح، الكلام ده كله ملوش لازمة وأنا في حالة من الاكتئاب والإحباط. إزاي بخطوات عملية أقدر أكسر الحاجز ده والحالة النفسية اللي أنا فيها دي عشان أكون أو أرجع للتفاؤل اللي كنت عليه وللطموح اللي أنا كنت نفسي فيه؟ ال- الإحباط طبيعي. طيب بيحصل مع كل الأشخاص، لكن المشكلة بتكون لما الإحباط ياخد وقت أطول وأكبر من حجمه. هنا إحنا يحتاج لنا معالجة. لكن لو هو بشكل طبيعي، بشكل يعني من فترة لفترة، لظروف معينة، الإحباط بيجي أيضا من ظروف خارجية. قد تكون الأحداث مثلا الخارجية العالمية، قد تكون أحداث مثلا حاصلة في الأسرة، قد تكون أشياء حصلت، أو يكون هرمونات. فلما تعرفي نفسك، يكون عندك وعي بذاتك، بشخصك، بكينونتك كامرأة. يعني متى هي تشوفي جدولك في الشهر، متى هي الأيام اللي هرموناتك مثلا تكون بيكون فيها الطاقة، يعني هرمون الطاقة بيكون عالي، متى هي الأيام اللي بيكون فيها هرمون الطاقة منخفض. في أيام في الشهر سبحان الله كلنا بنمر بها إنه ما تبغي تعملي حاجة، تبغي بس حتى ما تبغي أحد يكلمك، ما تبغي، يا دوبك هي الواجبات الأساسية اللي عليك، المسؤوليات اللي عليك تبغي تعمليها وتخلصي منها، وتبغي تهربي بالعافية يعني كمان. تبغي أيوه، وبالعافية بالضبط. فلما تكوني عارفة بأنك قاعدة تمري بالفيز هذا أو بالمرحلة هذه، هنا أنت حتطمني نفسك، هي صح، هي اليومين هذه أنا حكون كده، معلش خليها تاخد وقتها، مرحلة وتعدي، شايفة؟ فحتديها فرصتها تاخد وقتها، هذا لأنه أمر طبيعي من الله سبحانه وتعالى، ما هو بيدي ولا بيد أحد فينا، وما هو أشياء ممكن ناخد عليها أدوية ولا لا، هو شيء طبيعي. يعني موجود في الطبيعة البشرية في المرأة عموما. فبتاخدي تديها وقتها، مرحلة تعدي وريلاكس، ما ترهقي نفسك، ركزي في الأشياء البسيطة، اعملي الأساسيات بس وارتاحي. تمام. بعد كده لو هي مثلا لو ظهرت لك هذه الحالة مثلا في وقت المفروض أنه يكون وقت نشاط ليكي، هنا أنت راجعي نفسك، ابدأي مثلا اتكلمي مع شخص موثوق، شخص قريب منك، شاركي مشاعرك مع صديقة أو أحد أفراد العائلة. يمكن هذا الشيء يقلل من الضغط. اكتبي المشاعر هذه، اكتبي تفريغ، أعمل تفريغ للمشاعر اللي عندي دي عن طريق الكتابة. عن طريق الكتابة أو عن طريق ممارسة النشاط البدني. بعض البنات تلقيها في أوقات الضغط تمشي تجري، أو إنها مثلا تعمل رياضة بسيطة اللي هو مشي أو رفع أثقال أو حاجة، أو تعمل بيلاتس أو أي نوع من أنواع الرياضات اللي ممكن تعملها سواء في البيت أو إنها تطلع تشم هواء، تغير يعني تعمل لها نشاط بدني مختلف. ودائما عودي إلى الأهداف الصغيرة، صغريها. يعني أنت في حالة إحباط الآن ما في شيء قاعد ينجح، صغريها، قللي شوية. يعني مثلا لو كان تعلم مهارة جديدة وأنت كنت ماشية في المهارة هذه، قللي من التوقعات الآن في هذه المرحلة، وصغري من الهدف. كان الهدف مثلا إنك تقرأي صفحة أو صفحتين من الكتاب، قللي، خليه نص صفحة، خليه مثلا 5 سطور، عارفة؟ وبس، وقللي شوية من الأهداف واشتغلي عليها وبس، وقفلي الكتاب أو قفلي هذا وارتاحي. عارفة أنت بكده قاعد تدربي نفسك، ترجعي تدربي نفسك من أول وجديد، إنه يلا قليل دائم خير من كثير منقطع. مزبوط، شايفة؟ فهذه هنا التريك يعني اللي ممكن تشتغلي عليه.